استخدام سلاح البطيخ، فقد قام المصريين بإلقاء كميات كبيرة من البطيخ في الماء، وعندما رآها الفرنسيون استغربوا إيه ده؟ فلم تكن فرنسا تعرف البطيخ في ذلك الوقت، فنزلوا المية وجابوا البطيخ من المية ودقوه فلقوا طعمه لذيذ جدا فأعجبوا به، وقعدوا ينتظروا وصول كميات أخرى من البطيخ عبر المياه، وبالفعل ظهرت كميات كبيرة جدا من البطيخ على صفحة المية بالقرب من معسكراتهم. وبمجرد ما شافوها الجنود الفرنسيين جروا ونزلوا المية علشان يجيبوها، وهنا كانت المفاجأة. فالبطيخ المرة دي لم يكن سوى أغطية لرؤوس الفدائيين